اللقاء معنا الدكتورة ابتهال يوسف. أهلا بحضرتك يا فندم. أولا بنهنيكي على شهادة التقدير اللي النهارده خدتيها. فين الشهادة المرة؟ في الشنطة إن شاء الله. على التكريم اللي كرمه لك الدكتور سامح في المؤتمر الجغرافي الدولي اليوم عن مشكلات المياه في الوطن العربي داخل كلية الآداب بجامعة القاهرة. حضرتك انت قدمت بحث النهارده؟ قدمت بحث بعنوان الملائمة المكانية للموقع لاختيار أنسب موقع للسد على وادي أبو حاد ضمن الأودية الموجودة على الساحل الغربي لخليج السويس. فاستخدمت بعض الأساليب زي الجي اس والهيكل شم اس وبعض الوسائل التقنية الحديثة لاختيار أنسب موقع للسد، مع كمان بحثت عن خصائص والأعمال الصناعية اللي موجودة في الموقع دلوقتي. الدولة بدأت تعمل مشاريع حماية كتيرة للسيول على كميات كتيرة من الأودية، منها وادي أبو حاد. بعد ما أصابوا سيل في 2016 بدأت الأعمال الصناعية لحماية المنطقة بشكل كبير جدا. طبعا نحب نشكر الدولة على مجهودها الكبير، مش بس في وادي أبو حاد، في أودية كتيرة جدا في الصحراء الشرقية وفي سيناء وفي غيرها. أعمال الحماية موجودة كتير من حواجز، قنوات صناعية، بحيرات صناعية. فبحب أولا أشكر الجهود المبذولة في الحماية للمواطنين. فوجدنا في المنطقة اللي أنا بدرسها فهي وادي أبو حاد 3 سدود أو حواجز منشأة بعد 2016 في عام 2017 وقنوات صناعية كتيرة. وكمان عملت موضوع ملائمة مكانية ونموذج كده جي اس استخدمته كمان لاقتراح سد جديد موجود في البحث عندي وتم نشره. فممكن نرجع ليه برضو لاقتراح مكان آخر للسد. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا البحث العظيم، وبنهنيكي مرة ثانية. راديو صوت الجيل جريد بوابة عاجل مصر. أستاذ زينب مصطفى، وزير محمود عبد الله، دكتور مجدي الناظر. أهلا وسهلا. نتشرف بلقائكم وكل عام وأنتم بخير، وتهنئة سريعة لكم. شكرا. السلام عليكم.